بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن صحة وبأحسن حال دايما يا رب. كل سنة وانتم طيبين. جايلكم النهاردة في فيديو جديد، ونعمل النهاردة مع بعض وصفة كنافة كده بطريقة سهلة وبسيطة جدا، بطريقة زمان، من غير كده، من غير تكاليف ومن غير بقى افتكاسات ومن غير الحاجات اللي احنا بنشوفها الأيام دي. الكنافة اللي احنا عارفينها، اللي احنا متربيين عليها يا جماعة، الحاجة البسيطة، الحاجة العادية. بنبدأ مع بعض الفيديو ونسمي الله ونصلي على رسول الله. وزي ما انتم شايفين كده، حاطين نبدأ مع بعض بالشربات. وحطيت كوبايتين، نعمل شربات الكنافة، كوبايتين من السكر، حطيت عليهم كوبايتين وربع من المية. وهرفعهم كده على النار. السكر بتاعي زي ما انتم شايفين سكر غامق، سكر تموين عادي جدا في الكنافة والحاجات اللي هي المتحمرة، البسبوسة والجلاش والحاجات دي تعمليه بسكر تموين. لو غمق معاكي مش قضية، هو كده كده الحاجة بتاعتنا بتبقى متحمرة وبيبقى لونها ايه، محمر وكده، فمش محتاجة حاجة فاتحة. تمام كده. حطينا الشربات بتاعنا على النار، ما بنقلبش فيه طبعا الا بعد 5 دقايق كده من الغليان. بننزل عليه بعصرة ليمونة، وقبل ما ينزل كده وبنسيبه كمان دقيقتين، وبعد كده بننزل عليه بايه، بالحاجة اللي هننكه بقى نحط عليه رشة فانيليا، تحط عليه عصرة برتقانة، قشرة برتقانة او عود قرفة او النكهة اللي انت حباها. تمام كده. وبعد كده بنسيب الشربات او السيرب بتاعنا على جنب كده لحد ما يبقى دافي لحد ما يبرد معانا يعني. الكنافة بتاعتك لو انت عايزاها يعني تبقى نص قرمشة ونص طراوة كده، يعني اعملي الشربات بتاعها، حط لها الشربات بتاعها يبقى دافي، ما يبقاش سخن قوي وما يبقاش بارد قوي. تمام كده. الكنافة بتاعتنا زي ما انتم شايفين بتجيبوها من اللي هي الكنافة اللي هي اسمها الكنافة الطرح، اللي هي بتبقى شرايط طويلة كده. طبعا انت بتبقي جايباها حطاها في الكيس، فبتلاقيها عملت معاكي كده، مسكت معاكي او كتلت معاكي. لو انت حطاها في الفريزر، طلعها من الفريزر قبلها بشوية وسيبها تفك مع نفسها كده، او حطها في الميكرويف دقيقتين، هتلاقيها فكت معاكي وهتبقى تعمل تمام معاكي. الخطوة اللي انا بعملها ديت، بمسكها كده بدعكها بايديا او بفركها بايديا كده، بتفك بقى الماسكة اللي هي بتبقى في قلب الطرح دي كده. وبعد كده بتلاقيها مفلفله كده وفكه من بعضها، تبقى تبقى كويسه معاكي، تعرفي تشتغلي بيها او تعملي بيها الكنافه بتاعتك، سواء هتعمليها بقى في الصينيه، او سواء هتعمليها صوابع، او تعمليها مثلثات مربعات، زي ما انت عايزه، الطريقه اللي انت عايزاها. بس زي ما بقول لك كده، شفتي لما بفركها بايديا كده، زي كأنك كده كأنك ماسكه طرحه او شراب او اي حاجه بتغسليها على ايدك كده، بتدعكيها بايدك كده او بتفركيها بايدك كده. تمام كده. الطريقه دي حلوه قوي، حلوه قوي، بتخلي الكنافه بتاعتك تفلفل كده وتفك من بعضها. هنطلع طبعا، هناخد الجزء اللي احنا هنستعمله والباقي هنسيبه في شنطه كده، متغطيه في جنب كده علشان ما تنشفش منك. طبعا لو انت بتعمليها في ايام الصيف، ما يكونش جنب منك مروحه ولا حاجه، علشان ما تنشفش وتشد منك وتيجي تعمليها تلاقي مش كويسه معاكي. مقاس الكنافه بتاعتك او مقاس الصباع بتاعك بتحدديه بقى على حسب ما انت عايزه. طبعا احنا بنعمل حاجه للبيت، مش هنبيع ولا كلام من ده، فبنعمل حاجه كده على ايدينا على مزاجنا، حاجه كده مش لازم يعني ان انت تعملي بالسنتي وانها لازم تبقى مظبوطه. الكلام ده لو انت هتوديها هدايا او يعني كده. بتقطعها بقى بنظرك كده او بعينيكي كده، بتبقى تعرفي طبعا عينك بتبقى مقياس للحاجه. بتعملي زي ما انت شايفه بتعمليها، بتقطعي كده وتحطها على جنب، اللي انت بتقطعيه بتحطيه على جنب كده لحد ما تخلصي بقيه الكميه بتاعتك. طبعا انا بكون فرشه مفرش او مشمع او اي حاجه، علشان انتوا عارفين الكنافه بتبقى قطع صغيره كده، بتفتت وبتوقع منك حتت كتير صغيره على الارض. فعشان ما تبهدليش الدنيا، تفريش اي حاجه كده على الترابيزه او الرخامه اللي انت هتعملي عليها. وبعد كده بتلمي بقى المشمع او المفرش ده. طبعا الجو كان برد جدا، وكنت مسخنه السمنه قبلها بشويه، مجرد ما اتحطت في الصينيه زي ما انتم شايفين كده بردت وجمدت معايا. طبعا حطيتها على النار دقيقتين كده، دقيقتين يعني ثواني بس كده، ثانيتين كده، لحد ما فكت معايا، ساحت معايا. ومسحت بقى ارضيه الصينيه. طبعا بتحط سمنه كتير في ارضيه الصينيه عشان الكنافه بتاعتك من تحت تطلع محمره كده، وتطلع لونها حلو من تحت. لو وصلت لحد هنا بقى في الفيديو، فضلا وليس امرا، اعمل لايك واشتراك وفعل معايا زر الاشتراك عشان يوصلك مني كل جديد من فيديوهات المطبخ ام عبد الله، وشير الفيديو لاكبر عدد ممكن عشان الكل يستفيد. هنا بقى انا سخنت السمنه بتاعتي اهي، سيحتها كده زي ما قلت لكم، كانت جمدت لان الجو كان برد جدا وانا بعملها. وسبحان الله برضو انا سخنتها يا دوبك، برضو يعني بردت في ثواني كده، ما بتتجمد على طول. فالمهم انا وزعتها في ارضيه الصينيه، وارضيه الصينيه كلها طالت معايا من السمنه. نيجي بقى للحشوه بتاعتنا. ده كان عندي بلح اسمر يا جماعه، كنت مفرزاه او مخزناه كده في الفريزر. عفوا، طلعته كده وطلعت كيس البلح بتاعه وقشرته وشلت منه النقع بتاعي او النوايا بتاعتي،
وحطيت عليه معلقة سمنة كده وحطيته على النار. عملته في طريقة قبل كده معاكم على الفيديو، اللي هو البلح اللي احنا بنعمله في السندوتشات. ممكن تحط عليه بقى شوية جوز هند، تحط عليه شوية زبيب، تحط عليه اي مكسرات انت حباها. مش حابة تحط شوية سمنة، حتة سمنة بس كده، وبنسيحه وبنهرسه فيها، وبنحط عليه شوية جوز الهند وخلاص. وبعد كده بنجيب الكنافة بتاعتنا بعد ما قطعناها قطع كده صغيرة، بنحط قطعة حتة البلح او التمر في قلب الايه، في قلب حتة الكنافة، وبنلفها بايدينا. تظبطي بقى ايديكي كده، عايزاها تطلع مسوية بقى وتطلع مش مفعكشة كده وياكي. بتجيبي بقى كوباية مية وبتلتي ايدك كده بالمية او بفرشة، وتعملي تدهني الكنافة بتاعتك كده، تمسيها كده من الجنب علشان ايه، تطلع مسوية معاكي وتطلع زي ما انت بتجيبيها كده من المحلات. طبعا انا ما بحطش ميه، مش حاطه حاجه، انا عاملاها كده بطريقه بسيطه كده، الطريقه العاديه بتاعتنا اللي احنا بنعملها زمان. لا كانوا بيحطوا ميه ولا بيمسوا ولا بيعملوا الحاجات دي، كانت بتطلع كده حاجه عشوائيه كده وحاجه بسيطه وسهله، وكانت بتطلع جميله جدا. فانا عملتها كده بطريقه زمان من غير تكليف ومن غير ايه، افتكاسات زي ما بيقولوا. حابه تحطي الحشو بتاعك بقى، حابه تحطي مكسرات، حابه تحطي كاستر، حابه تحطي اي حاجه اعمليها بالموز. انا هنا كنت مقطعه برضو قطع موزه، وحطيت حته بلح او حته تمر مع قطعه من الموز، ولفي كده بقى لحد ما تخلصي كل الكميه اللي موجوده عندك. بنفس الطريقه طبعا الصينيه جنبي محطوطه مدهونه بالسمنه بلف الصوبع وبحطه كده، برصها كده جنب بعضها. ممكن تحشيها بالموز بس، ممكن تحشيها بالمكسرات بس، ممكن تحشيها، في ناس بتعمل كنافة بالجبنة بتبقى حلوة، معرفش بقى هتعجبكم ولا لا. بس طبعا الكنافة بالجبنة ديت ما بتعملش، بتحطلهاش شربات، هي بتطلع كده بتبقى حاجة مقرمشة كده، حاجة كده زي الايه، زي السمبوسة والحاجات اللي هي بتحط على الأكل كده على السفرة يعني، جنب الأكل وكده. لو لقيتي قطعة الكنافة بتاعتك يعني زي ما قلت لك كده ماسكة في بعضها كده، امسكيها افركيها بايديكي كده زي ما انا عملت كده، هتفك معاكي وهتبقى كأنها لسه جاية طازة من عند الايه الكنفاني وكده. طبعا الكنافة دي تقدري تعمليها كده يعني بعد الفطار على طول، تصلي التراويح كده وتروحي تعمليها، متاخدش منك وقت طويل، سهلة بسيطة جدا. في ايام الشتاء الكنافة والحلويات ديت يا جماعة، في ناس بتحبها ساقعة في ناس بتحبها سخنة ودافية وكده. فطبعا بما اننا احنا في ايام الشتاء، طبعا الحاجات ديت لما بتكون سخنة كده وتبقى نازلة من على النار او خارجة من البوتاجاز كده، بتبقى طعمها حلو جدا. مش زي ما انت شفتوا كده في اول الفيديو، حته السمنه لما انا حطيتها في ارضيه الصينيه، يا دوبك انا حطيتها في ارضيه الصينيه ولقيتها جمدت كده وجلمزت معايا كده. فالكنافه والبسبوسه والقطف والحاجات ديت لما بنعملها في ايام الشتاء وتطلعها من الفرن كده، بيبقى لها طعم تاني وبتبقى حاجه تانية كده. اعمليها بقى بعد ما تروحي كده من صلاه التراويح او بعد الفطار، تبقى سخنه كده وتبقى حاجه حلوه كده ليكي ولولادك. وبما اننا بقى في ايام رمضان دلوقتي، ايام الخير، طبعا كله بيتسابق على فعل الخير، قراءة القرآن والاذكار وصلاة النوافل والتهجد والتراويح. إيه، كله كده بيتنافس على فعل الخير وبيتنافس على اخذ الحسنات والايه والثواب من الله. وما ننساش طبعا اخواتنا الفلسطينيين اهل غزة واخواتنا في سوريا وفي كل مكان يا جماعة، من الدعاء ليهم واحنا ساجدين كده لله طبعا. بندعي لهم ربنا ييسر لهم امورهم يا رب كده، وربنا يرخي عليهم الصبر ويجعل امواتهم اللي راحوا شهداء كده عند الله، نحتسبهم عند الله كده يا رب من الشهداء مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا. بندعي لهم طبعا بالثبات كده، وندعي لهم ربنا يبعد عنهم كده الأعداء ويثبتهم وينصرهم على من عاداهم يا رب العالمين. الناس اللي بتقرأ القرآن بقى في شهر رمضان، طبعا لو هتختمي القرآن مرة واحدة فبتقرأي كل يوم جزء كده، تقدري تقرأيه بعد صلاة الفجر، بياخدش منك وقت. لو هتقرأي جزء ما بياخدش منك حوالي نص ساعة، نص ساعة كتير كمان، ده لو انت لسه مبتدئة أو مش متعودة على القراءة. بالكتير ربع ساعة لو انت متعودة على القراءة، لو انت مش متعودة زي ما بقولك كده نص ساعة بالكتير. لو مش عايزة تقرأي بعد الفجر على طول، لو انت موظفة وبعد تصلي بقى وعايزة تنامي ما عندكيش وقت، فممكن تقسميه كده على الصلوات. يعني الصلوات بيبقوا 5 صلوات، هعمل لك كل صلاة كده تقرأي بعدها 4 صفح، 4 في 5 ب20، الجزء بيبقى عبارة عن 20 صفحة يا جماعة.
آآ تقرأيه بعد كل صلاة كده، بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الفجر قصدي، بعد صلاة الضهر، العصر، المغرب، العشا. تقرأي 4 صُفح بس مش هياخدوا منِّك وقت طويل، 5 دقايق هيكونوا مقروئين، هتاخدي الثواب والأجر من الله طبعًا. ده لو هتختمي ختمة واحدة في الشهر. لو هتختمي بقى 3 ختمات بتعملي حسابِك تقرأي كل يوم 3 أجزاء، وطبعًا بتقسّميهم طبعًا في أوقاتِك كده بالأوقات اللي هي الفاضية بقى، بعد الفجر تقرأي لِك جزء، بعد الضهر بيكون يعني إيه، لسه ما فيش شغل كتير، تكوني اشتغلتِ بقى عملتِ شغل البيت وقاعدة بترتاحي لِك شوية بتقرأي لِك جزء، وبعد التراويح بتكوني بقى صليتِ التراويح وقاعدة فاضية كده بتقرأي لِك جزء برضه، تمام كده؟ كده بتقدري تختمي القرآن 3 ختمات لو أنتِ هتقرأيه 3 أجزاء في اليوم زي ما قُلت لِك. طبعًا بما إننا حريم بقى ويعني مشغولين في البيت وعندنا شغل البيت والحياة والولاد وفي أيام دراسة ومدارس ودروس ومذاكرة والكلام ده كله، اللي عندها أطفال ربنا يعيننا ويقوينا كده يا رب، ويعينكم جميعًا يا رب العالمين اللهم آمين. طبعًا الستات بيبقوا طبعًا عندهم شغل، في ناس طبعًا بتبقى إيه مجتهدة كده ومكافحة وبتبقى مُصرّة على إنها لازم تعمل ختمات مرّة و2 و3 ربنا يعينهم ويقويهم يا رب. أنا باقول الكلام ده للي مش قادرة بس حاولي بقدر الإمكان إن أنتِ يعني إيه يكون عندِك تنافس كده وسباق في فعل الخير، هو ده اللي هيبقى لنا عند ربنا. أنا كده خلّصت الكنافة بتاعتي خلّصتها لَف زي ما أنتم شايفين، ولمّيت كده البواقي بتاعتي، سِبتها كده تفضّل مني شوية كده، حطيتهم في شنطة وعينتهم في الفريزر طبعًا هنطلّعهم في أي وقت هنعملهم مش هنرمي حاجة. زي ما أنتم شايفين كده عملتها صوابع بطريقة عادية، بطريقة عشوائية بسيطة جدًا زي ما كانت أمهاتنا بيعملوها. باجيب السمنة بتاعتي نُص كوباية كده من السمنة وباسيّحها كده على النار، لو سمنة بلدي حلو أوي يا جماعة، ما عندكيش سمنة بلدي اعملي السمنة المتاحة، لو عندِك سمنة عادية حُطّي عليها معلقة زبدة أو معلقة قشطة من اللي هي وش اللبن وسيّحيها مع بعضها، وانزلي بالمعلقة كده على كل الصوابع واحد، واحد كده، انزلي عليه بمعلقة سمنة لحد ما تخلّيها كلّها تشرب من السمنة بتاعتِك، بعد كده بتدخّليها الفرن تاخد لون من تحت، وبعد كده لو الفرن بتاعك بيشتغل من جهة واحدة بس، ما فيش شواية والعين اللي تحت بيشتغلوا مع بعض، لحد ما تلاقيها خدت لون من تحت قومي مشغّلة الشواية وطافية النار من تحت لحد ما تحمر معاكِ. لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو فضلا وليس أمرا لايك واشتراك للفيديو واعملوا شير للفيديو وشيروا معايا الفيديوهات وشاهدوا الفيديوهات القديمة يا جماعة بالله عليكم علشان القناة يعني حاسة ان هي في ركود كده وحاسة ان القناة واقفة معايا بسبب عدم المشاهدات. دخلت الكنافة بتاعتي خدت مني مخدتش مني وقت طويل يا دوبك كده ربع ساعة من تحت ومن فوق زي ما انتم شايفين وطلعت معايا بالشكل ده كده. الشربات بتاع الكنافة بتاعتِك لو أنتِ عايزاها تبقى طرية، حُطّي الشربات بتاعها وهي تبقى سخنة والكنافة باردة. لو أنتِ عايزاها تبقى برضه يعني إيه، تبقى ماسكة نفسها كده ما تبقاش عايزاها تبقى مقرمشة، فالشربات بتاعِك يبقى بارد وسيبي الكنافة بتاعتِك لحد ما تهدى وتبرد خالص، الاتنين يبقوا باردين. لو أنت عايزاها تبقى الكنافة بتاعتِك تبقى يعني نُص طراوة كده، ما تبقاش مقرمشة أوي وما تبقاش طرية أوي معجنة كده زي ما بيقولوا، يبقى الشربات بتاعِك يبقى دافي والكنافة بتاعتِك تبقى دافية، الاتنين يبقوا دافيين، هتلاقي الكنافة بتاعتِك ما هياش معجنة وفي نفس الوقت ما هياش ناشفة ومقرمشة كده زي ما في ناس ما بتحبهاش. وبانزل بالشربات بتاعي اللي أنا عملته على الكنافة بتاعتي زي ما أنتم شايفين كده، على كل صُبع كده باحط عليه كده إيه، معلقة كده من الكنافة لحد ما بتتشرب طبعًا، لو لقيتِ في شربات كتير فايض من تحت أو زيادة من تحت عشان ما تعجنش منِّك، صفّي الشربات اللي لقيتيه فايض من تحت ده، وزي ما قُلت لكم في أول الفيديو إحنا في أيام الشتا دلوقتي والكنافة والحلويات بعد ما بتعمليها بعد الفطار كده بتبقى عايزة تبقى سخنة كده، حاجة سخنة كده تدفّيكِ. الكنافة بتاعتي أهي زي ما انتم شايفين عملتها بحشوات بقى اللي هو بالبلح وبالمكسرات وبالموز، حاجة سخنة كده تعمليها بعد التراويح، تعمليها قبل الفطار، متاخدش منِّك وقت طويل، ما تشتريش حاجة، اعمليها بإيديكِ، سهلة وبسيطة جدًا، جميلة جدًا أهي ما شاء الله ومش مكلفة ومن غير بقى افتكاسات ومن غير الكلام اللي إحنا بنشوفه في الفيديوهات والكلام ده كله. وبكده أكون خلصت الفيديو بتاعي، عملت الكنافة بتاعتنا بطريقة زمان، صوابع بسيطة كده سهلة وبسيطة. لو عجبكم الفيديو لايك وشير للفيديو واعملوا اشتراك للقناة وفعلوا معايا زر الاشتراك عشان يوصلكم مني كل جديد. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم.